بعد اذن حضرتك يا دكتور احمد، ممكن سؤال في الفتره اللي فاتت تحت قول اتفضل. هنا بالنسبه ل الاقوال الا تحتاج الى نيه، جت فيها هنا الكلام اللي هو موجود. قال ابن دقيق العيد مخالفا لمن اخرجه عن الاعمال حين قال من حلف لا يعمل عملا فقال قولا لا يحنث. وهنا قال لك والجواب ان مرجع ذلك اليمين الى العرف، والقول لا يسمى عملا في العرف ومن ثم فلا يحنث عنده. مش فاهم. من دقيق العيد قال هذا الكلام مخالفا لمن اخرجه عن دائره الاقوال. يعني ابن دقيق العيد يقول بقولنا او نحن نقول بقوله، لانه بيقول لك يقول ابن دقيق العيد مخالفا لمن اخرج الاقوال عن دائره الاعمال. يبقى اذا رايه ايه؟ انه عمل. وفي الآخر قال على كل حال يرجع ذلك إلى العرف، فإن العرف عد هذا كلاما يبقى خارج عن الأعمال، وإلا فهو داخل في الأعمال. أنا رأيي أنه داخل في الأعمال لأنه عمل جارحة اللسان. لا يخرج عن الأعمال. لا يخرج. يعني هو مندرج لأنه عمل اللسان. البطش عمل اليد، ماشي، والمشي عمل الرجل، ماشي، والكلام عمل اللسان. تمام. ماشي. بس نظرا لقدرة هذا النوع على الإفصاح فبيسموه اسم كده خاص بعد عام أو اسم متميز سموه الأقوال. يعني يدخل في الأعمال. يعني عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات دخل فيها جميع الأقوال أنها بالنية لأنها عمل اللسان. لأحسن واحد يجي يسأل يقول وإذا الأقوال لا تحتاج إلى نية، نقول لا الأقوال تحتاج إلى نية. هيقول لنا طيب ما الحديث يقول إنما الأعمال بالنيات، نقول الأقوال عمل اللسان. فالرسول لما قال إنما الأعمال بالنيات شمل الأفعال والأقوال مع بعض الاثنين. يعني ما نخرجش اللسان عن الجوارح، اللسان من الجوارح. أيوه يبقى الأقوال بتاعتنا داخلة في الأعمال. تمام. طب معلش في نقطة برضه هنا حضرتك لما جيت الكلام اللي هو أصل دي هتنفعك في موضوع في الطلاق وهينفعك في الأخطاء العادية. يعني واحد بيرفع ايده كده بهرش كده فهو ماشي خبط واحد، اللي مخبوط ده ما بيزعلش. ليه؟ لأنه تيقن في قرارة نفسه أن فلانا لا ينوي هذه الضربة، فهي عمل مجرد عن نية. ولذلك حتى لما تعتذر له يقول لك يا عم حصل خير. واحد داخل المسجد أو ماشي فدهس على رجل واحد، فبيكون النتيجة إيه؟ اللي دهس على رجله بيعتذر معلش مش واخد باله، التاني يقول يا عم توكل على الله. ليه؟ لخلو العمل عن النية. إنما لما يقصده قاصدا وبس يلمس وشه كده ممكن الحرب العالمية الثالثة تقوم على طول. ليه؟ لأن النية متوفرة في الإزاء. النية هي توجيه القلب إلى فعل الشيء ابتغاء مرضات الله ووفقا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. ده أهم حاجة. بس دي النية الصالحة، لأن في نية سوداء. في نية ثانية. أيوه أصل أنت بتقول النية توجيه القلب ابتغاء مرضات الله، طب ما في واحد بينوي نية سوداء. طب يا دكتور يبقى إذا النية قصد العمل، قصد الشيء مقترنا بفعله. طيب بالنسبة قصد الشيء مقترنا، فإن قصد الشيء ولم يفعله فهو العزم. طب أحاديث نية المرء خير من عمل الأولانية والرابعة مفهومية. طب الرابعة بتقول إيه؟ إن العمل بالنية تحته فرضان عمل ونية، فالقصد وقع على أحد الفرضين لأن في كل منهما أجر، وأجر النية أكثر من أجر العمل بالواقع. طب إيه الفرق بينها وبين الرابعة؟ وقيل نية المؤمن تبلغ حيث لا يبلغ العمل لأن نيته أن يعبد الله تعالى ولو عاش 1000 عام وعمله لا يبلغ ذلك. صحيح. طب ايه الفرق بينها وبين الثالثه؟ وقيل ان العمل يعني القاتل 99 ده هل دخل الجنة إلا بنية؟ ما عملش حاجة. ايه الفرق بينها وبين الثالثه؟ كأن نية الفرد خير من عمله، لأن المطلوب أن أنت يعني يكون لك عمل يوزن فتدخل الجنة. طيب بالنية دخل الجنة فهي وفرت عليه المجهود. طيب هنا بقى الثالثه بتقول ايه؟ الحاجه الثالثه ان العمل بالنيه تحته فرضان
عمل ونية. فالقصد وقع لأحد الفرضين لأن في كل منهما أجر، وأجر النية أكثر من أجر العمل وقع. إيه الفرق بقى بين الرابعة؟ ما هي يا سيدي اعتبره تنوع في التفكير. ما بس مش عارف احفظ. انا كنت اتي ليه درس يوم الثلاثاء بعد العشاء، فلما لقيت نفسي لا، اصل انت لما تقول النية تحته فردان دي يمكن ان يكون لها توجيه. النية تحتها فردان، اللي هو الفرد السيء والفرد الصالح. الفرد السيء والفرد الصالح. مش في الهجرة كان فيه واحد مهاجر عشان يتزوج المرأة واللي جنبه مهاجر لله ورسوله؟ فالنية واحدة اللي هي نية الهجرة، والصورة واحدة، لكن الفعل ده رايح لله ورسوله وده رايح للرسول، يعني يبتغي مرضات الله ورسوله. ايوه بس هنطول يا شيخنا كده، هنضيع المحاضرة الثانية. نفرد لها وقت مع اصل ما عشان كده ما هو حبة الشباب اللي بيكفروا المجتمع بيكفروه بناء عليه لأنهم أخرجوا الأعمال عن النوايا. ما أن تقول كلمة ملوحة إلا كفروك، مع إن في ركن هنا فاقد مسكوت عنه وهو النية. أنت ما تعرفش نيته إيه، أنت ما أنتش عارف نيته إيه، فلماذا كفرته؟ ولذلك لا تكفر أحدا ولا تحكم لأحد بالنفاق. ليه؟ لأن حتى تكفره تعرف نيته اللي في جوه. لكن بيستعجلوا ويروحوا على طول يكفروا البشر بدون نية. الآن لو واحد في خطبة الجمعة قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، هتنطلق كل قنوات اليوتيوب احذروا هذا الزنديق الكافر الملحد، هو ربي مش عارف ايه، حتى لو تبقى فين. لكن قبلها الله تعالى وقبلها الرسول لخلو العمل عينية. الرسول قال أخطأ من شدة الفرح. الرسول قال أخطأ من شدة الفرح، فهو قال كفرا لكن لم تتوفر له النية في هذا القول. ولذلك لا تكفر أحدا بجملة، لا تكفر أحدا بجملة. أنت ممكن تسمع واحد جاهل يقول كتر خير ربنا، لو حققنا فيها نلاقيها يعني مين اللي هيكتر خير ربنا؟ وهل يستطيع أحد أنك تمسك له على الواحدة؟ هو الراجل غرضه شريف، هو قصده انه عم فضل الله وفاض وعم خيره كل البرايا لكن هو مش واخد باله من التعبيرات الجبلة دي. وبعدين لو كانت الجنة بالعلوم ما كانش الفلاحين دخلوا الجنة أبدا. لو أن الجنة للعلماء والحفاظ والمتقنين والشراح كان بإذن الواحد الأحد كل القرى راحت جهنم. ليه؟ لأنهم لا يعلمون شيئا. المرأة اللي بتولع تحت الكانون عشان تجهز عشاء ما لها هي ومال القضايا ومال الإيمان والأقوار ولا تعرف حاجة الكلام ده. هي مش عارفة غير الله أكبر الظهر 4 ركعات السلام عليكم وتجري، ومع ذلك ستدخل الجنة. ولو كان أيوة ما يعني ده طويل. طبعا على كل حال احنا عايزين نفرغ، نبدأ بحمد الله والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم. الحديث الثاني يا مشايخنا يا أصحاب الفضيلة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه وضع كفيه على فخذيه إلى آخر الحديث. هنا عمر بن الخطاب طبعا في آخر الحديث يا عمر أتدري من السائل؟ قال الله ورسوله أعلم. قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. إذا الشخصية اللي كانت موجودة غير معروفة اللي هو إيه؟ طلع علينا رجل ما كانوش عارفينه مين. دي فيها بيان وتوضيح أن جبريل كان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم في عدة صور، لم تكن له صورة موحدة.
الصورة الأولى أن يأتي في صورة رجل غريب، مش دحية الكلبي، في رجل غريب زي الحديث اللي معانا ده، لأن ما حدش عارفه يقول ولا يعرفه منا أحد. الصورة الثانية أن يأتي جبريل في صورة دحية ابن خليفة الكلبي. ليه دحية ابن خليفة الكلبي؟ لأنه كان جميل الصورة مليح الهيئة جميل الطلعة. دحية بن خليفة الكلبي، وكان إلى جانب ذلك غنيا تاجرا موسرا، حتى قال بعض المفسرين إنه المراد من قول الله تعالى: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. فقالوا بعض المفسرين يقول المراد باللهو النظر إلى وجه دحية ابن خليفة الكلبي، حتى قالوا كان دحية بن خليفة إذا سار في شوارع المدينة لم تبق امرأة معصر إلا خرجت تنظر إليه، والمرأة المعصر هي بالغة الأنوثة. والرسول صلى الله عليه وسلم كان برضه بيخطب الجمعة، وأثناء الخطبة حد كده بلغ خبر، قال جاءت التجارة. التجارة دي زي عربية التموين كده يعني، اللي يلحق. فانصرف كل من في المسجد والنبي يخطب إلا 19 فردا. فنزل قول الله تعالى: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو من التجارة. فبعضهم يقول اللهو هو النظر إلى وجه دحية بن خليفة الكلبي، فكان جبريل يأتي في صورة دحية ابن خليفة. وأحيانا يأتي جبريل في صورة في الهاتف في المنام. الصورة الثالثة أن يأتي جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم مناما ورؤيا الأنبياء حق، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن روح القدس نفث في روعي ألا تموت نفس حتى تستكمل رزقها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. وأحيانا يأتي جبريل كصلصلة الجرس، صورة من صور مجيئه، دي الصورة الرابعة والخامسة. يأتي كصلصلة، وصلصلة الجرس معناها الصوت الذي تسمعه عندما يضرب الحديد بعضه بعضا. لو في عربية حديد بتنزل الحديد تحدف الحديد، تخبيط الحديد في بعضه، ده هو ده صلصلة الجرس التي كان يسمعها صلى الله عليه وسلم، وهي أشد الأحوال عليه صلى الله عليه وسلم، نظرا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتفصد عرقا في اليوم الشديد البرد، لأن دي حالة تنتاب الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني يسكت ويكون في حالة اتصال مع الوحي، فيعرف الصحابة أنه يوحى إليه الآن، حتى إذا سري عن النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ في حالته الطبيعية. وهذه الحالة كان النبي صلى الله عليه وسلم يتفصد عرقا في الليلة الشديدة البرد. خلاص. وأحيانا يأتي جبريل في المنام، كما قلنا في إن روح القدس نفث في روعي. فجبريل يأتي على هيئة، على أكثر من هيئة، 3 4 5 صور زي ما قلت. دي بخلاف مجيء الوحي، لأن مجيء الوحي غير مجيء جبريل. مجيء الوحي لا يأتي للنبي إلا يقظة في القرآن الكريم. القرآن لم ينزل للنبي صلى الله عليه وسلم إلا يقظة وعن طريق جبريل، يعني ما نزل القرآن بالرؤية ولا نزل إلا عن طريق جبريل. والحالة الأخيرة من صور مجيء جبريل أن يأتي على هيئته الحقيقية التي خلقه الله عليها 600 جناح، ودي ما شافوش الرسول إلا مرتين 2، مرة في الإسراء والمعراج ومرة في بدء الوحي. وتعلمون جميعا أن الملائكة أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع، يزيد في الخلق ما يشاء. بعض الملائكة له جناحات، له 3 أجنحة 5 أجنحة 60 جناح 200 جناح 300 جناح 550 جناح 600 جناح، وهو جبريل، وكان الجناح يسد الأفق. والرسول ما شافش جبريل على خلقته الحقيقية إلا مرتين 2 فقط لا غير. مرة في بداية الوحي
ليه؟ لأن الرسول كان في منطقة كدي، ثم خرج من وسط الناس وتحرك في الطريق عند منطقة كدي، فسمع صوتا يقول يا محمد، فالتفت يمينا فلم يرى شيئا، شمالا لم يرى شيئا، امام ما فيش، ورا ما فيش، ما عادش غير فوق وتحت. تحت مش ما فيش نداء بيجي من تحت. يقول صلى الله عليه وسلم فنظرت فوق فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض يسد الأفق، مغطي الكون. يقول فجسوت على الأرض خوفا منه. ليه؟ لأن تشوف حاجة كبيرة تقع عليك زي الجبل كده أيام ما كان ظلة على بني إسرائيل، فهو شافه مخلوق ب600 جناح، الجناح ويسد له يا محمد فوق، بيقول فجسوت. وهو جالس الرسول تحرك ودخل في الناس، فنظر في السماء فلم يرى شيئا. طبعا فيه هنا رعدة وفيه اضطراب، فخرج من وسط الناس حيث انفرد فإذا بالملك منتظره يقول يا محمد، دخل في الناس، طلع من الناس وأفرد نفسه، فإذا الملك ينادي يا محمد قل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الفاتحة. ولذلك الفاتحة كان لها نزولان، نزول في مكة ونزول في المدينة. المرة الثانية في الإسراء والمعراج. ليه؟ لأن الإسراء والمعراج هيركبوا بقى المصاعد اللي هي المرقاة والدرجات التي سيبدأ فيها الإسراء، وجبريل رئيس الملائكة، وجبريل رئيس الملائكة، وصعد معه في المرقاة، هذه المرقاة يعني السلالم كده زي المنبر يعني، وحاجة مركبة فضائية كده. فصعد جبريل والرسول صلى الله عليه وسلم إلى حيث السماء الأولى، فطرق الباب، الملك اللي بالداخل من؟ قال جبريل. قال من معك؟ قال محمد. قال أو أرسل إليه؟ إذن عنده معلومات إنه يجي، وإلى آخر حديث الإسراء والمعراج. دول الصورتين التي رأى فيها النبي صلى الله عليه وسلم جبريل، وهي الحالة الخامسة لكيفية مجيء جبريل. المرة اللي معانا جبريل يأتي في صورة رجل غريب لا يعرفه أحد. إذن جبريل كان بيجي مرة في صورة رجل غريب وفي صورة دحية الكلب، وكلاهما رجل، إلا أن دحية ابن خليفة الكلبي كان معروفا. بيقول عمر بن الخطاب يعبر يقول بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، وفيها رسالة أن الملائكة لا يأتون إلا في صورة حسنة، وفيها رسالة أن تكون في صورة حسنة، ووجه الحسن فيها هو الجمع بين الضدين، الجمع بين الضدين، لأنه يقول شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، شعر اللحية طبعا. فهنا العلماء يقولون من هذا الحديث يفضل لبس الثياب البيض، يفضل الأبيض لأنه تندرج فيه جميع الألوان، ويفضل لبس البيض على باقي الألوان، إلا في العيد فيستحب فيه الجديد بياضا كان أو غير ذلك. طيب الصورة اللي مأخوذة هنا أنه جمع بين الصورة اللي هنا جمع بين ضدين، ولا أقول جمع بين متناقضين، لأن في فرق بين الضدين والمتناقضين. نقيض الضدين لا يجتمعان معا وقد يرتفعان، الضدين ما بيجتمعوش سوا على ذات واحدة، لكن قد يرتفعان، لأن الشيء إما أبيض وإما أسود، لا يجتمعان فيكون أبيض وأسود، الحتة اللي سودة سودة والحتة اللي بيضة بيضة، لكن قد يرتفعان فيكون لونه أحمر مثلا أو أخضر. إنما الضدين لا يجتمعان معا ولا يرتفعان معا، فالحاجة إذا كانت يدي بس يبقى ضدين، يبقى دول ضدين. زي إيه؟ زي الحياة والموت، فالحياة والموت ضد نقيضين. ليه؟ لأنك إما حي وإما ميت، مفيش حاجة ثالثة. إنما السواد والبياض دول ضدين. ليه؟ لأنهما لا يجتمعان وقد يرتفعان فيكون لون ثالث. وهذا موطن الجمال، أن تجمع بين الضدين. بيقول له وجه كوجه النهار مبيض وشعر كظلمة الليل مسود، ضدان لما اجتمع حسنا والضد يظهر حسنه الضد. هنا بيقول شديد بياض الثياب
شديد سواد الشعر. فلما اجتمع الضدين مع بعض ادى الصورة الجمالية ديت لجبريل، كما قال بعضهم: له وجه كوجه النهار مبيض وشعر كظلمة الليل مسود، ضدان لما اجتمع حسن والضد يظهر حسنه الضد. وكان الحجاج بن يوسف عنده عبيد، ففوجئ ان فيها عبدين، واحد منهم اسود عباد الله والثاني ابيض عباد الله، اجتمع في مكان واحد فلفتا نظره، مع ان الاثنين عنده من زمان، لكن لما اجتمعوا مع بعض اصبحت صوره ملفته للنظر، فنادى عليهما: تعال تعال اقفوا عندي هنا، لينظر كل واحد منكما الى الاخر، وعايز منكم كل واحد يمدح نفسه ويذم الاخر. عايز كل واحد يدعي انه هو كويس والتاني اللي وحش، وبده يشوف بقى ما عندهما من البلاغه والبيان والفصاحه. كل واحد يمدح نفسه ويذم الاخر. السيناريو يقولون: عزوا اتفضل اتفضل، لا اتفضل انت، اتفضل اتفضل انت. فكان ان قال الاسود بده يمدح نفسه ويذم الابيض، فعايز يقول له: انت ما تنغرش في البياض وما تنغرش مش عارف ايه، لا انا اقول لك على الحقيقه، اقول لك على الحقيقه التي لا يحسن الجدال فيها. طيب قول. قال: الم ترى ان سواد العين هو نورها، وان كوم اللفت حمل بدرهم. عندك اللفت اهو ملوش لازمه، حامل شد زي ما انت عايز، انما سواد العين اللي هو النني هو النور، ولولا سواد العين ما ابصرت. فكان ان قال: الم ترى ان سواد العين هو نورها، وان بياض اللفت حمل بدرهم. الم ترى ان المسك لا شيء مثله، الم ترى ان المسك لا شيء مثله، وان كوم اللفت حمل بدرهم. الم ترى ان سواد العين هو نورها، وان بياض العين لا شيء فاعلم. يعني بيقول له: احسن الروائح المسك وهو اسود، لونه تفتح جزاتها سوداء مركزه. ألم ترى أن المسك لا شيء مثله، وأن كوم اللفت حمل بدرهم. ألم ترى أن سواد العين هو نورها، وأن بياض العين لا شيء فاعلم. عندك حاجة تانية تقولها؟ لا، قال خلاص وبالله التوفيق. فكان أن قال الأبيض: قال: لا، كل الكلام ده أنت قلت هراء، هذا الذي تفوهت به إنما هو هراء. ده احنا حتى لما بنزعل الناس وقال نهارك اسود النهارده، امال؟ قال: لا لا، الكلام ده كله مش مظبوط. امال ايه؟ قالوا: المظبوط: الم ترى ان البدر لا شيء مثله. البدر 14 نور الكون. الم ترى ان البدر لا شيء مثله، وان كوم الرماد حمل بدرهم. الم ترى ان اهل الجنه بيض وجوههم، وان السود هم اهل جهنم. رايح فين؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. فإذا اجتمع الضدين في التعبير، فهنا جبريل يأتي في صورة في أبهة. وده الفرق بين الملائكة وبين الجن. الجن يأتي بأشكال حسنة وقبيحة، يعني ممكن يعمل شيخ ويعمل كلب، إنما الملائكة لا تأتي إلا في صورة حسنة. وأنتم شايفين أهو بيقول: شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر من الكآبة والغبرة والقطرة. ما هو طبعا لا يرى عليه أثر السفر. ليه؟ لأنه نازل على عتبة المسجد. ما هو جبريل ما هوش جاي في الصحراء، هو داخل مسجد المدينة المنورة. جبريل يدخل المسجد النبوي في المدينة المنورة، تمام، والمدينة محاطة بالصحراء، لكن جبريل ما هوش جاي من مشوار، ده جبريل نازل من السماء على العتبة. فأمر بدهي أنه لا يرى عليه أثر السفر، لأنه لم يكن مسافرا. لا يكن، هو ماشي فين؟ هو ماشي في التراب ولا ماشي في الجبل عشان خاطر الغبرة؟ فكلمة لا يرى عليه أثر السفر يعني تعبير عن الواقع. بقول: ولا يا أهلا وسهلا، يا مرحبا، اهلا دكتور ياسر، يا مرحبا دكتور ياسر. استغفر الله، انت اولى بهذا مني. دكتور ياسر، اهلا وسهلا، اهلا وسهلا، السلام عليكم، اهلا وسهلا، اهلا دكتور ياسر، يا مرحبا، اهلا وسهلا، السلام عليكم، السلام عليكم.
بيقول لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. ولا يعرفه منا أحد قد لإخراج أن جبريل كان أحيانا يأتي في صورة دحية الكلبي، دحية بن خليفة الكلبي. ولأن جبريل جاء في صورة دحية بن خليفة الكلبي أكثر من مرة، فكان أحيانا الرسول صلى الله عليه وسلم فعلا يجلس مع دحية بن خليفة الكلبي، لكن الصحابة تقول الله أعلم إن كان ده دحية وهو الذي الملك. حتى في الجلسات العادية التي كان يجلس فيها النبي مع دحية بن خليفة كان يساور الشك بعض الحاضرين أنه ربما يكون ده الملك بس في صورة دحية الكلبي، لأن بعض الأحيان الرسول يقول لما يمشي اللي قاعد ده، الرسول يقول لا ده كان هذا جبريل. فكان الرسول لما يجلس مع دحية الكلبي جلسة حقيقية، إذا احتار واحد من الحاضرين الله أعلم لا جبريل ولا دحية، فواحد يقول الله بسيطة، إحنا نودي أكل ونهزم عليه، إن كل يبقى دحية بتاعنا، وإن ما كلش الملائكة لا تأكل ولا تشرب. لأن قبل كده سلام الله وبركاته، قبل كده الملائكة عرض عليهم الأكل والشرب أيام سيدنا إبراهيم اللي هو فراغ. كلمة راغة من الزوغان، يعني انفلت مرة واحدة كده ما حدش حسبه، مش تاكل ايه وتشرب ايه وتغدى معاه النهارده، كل الكلام ده كله يدل على انك بخيل. الضيف يبقى فراغه، بعد اهلا وسهلا، هو مش عارفك راح تجيب ايه، تخش تطلع تجيب الصينيه على طول. انما هناكل ايه ونشرب ايه، لا بدأ كده ايه لسه في المرحله. نقول فراغه، فجاء بعجل سمين فقربه اليهم، الا تاكلون؟ قالوا لا احنا ما بناكلش. يبقى انتوا جايين على الشر. هلا واحد جاي لك سلام عليكم، قال لك لا سلام ولا كلام. طب اشرب الشاي، قال ما اشربش، يبقى جاي تخانق بقى. من لم ياكل طعامك لم يحفظ زمامك. فقالوا ان احنا ما بناكلش بينوا ان هم ملائكه، ومسحوا الجذع فخضر مره ثانيه، وعملوا حبه حاجات قدامه للبرهنه على انهم من الملائكه، وقالوا ان احنا جايين اصلا جايين لطلبين، اما لكم ولقوم لوط. لكم جايين نبشرك بغلام عليم ومن ورائه يعقوب، ويعني بشروه بهذه البشرى، وبعدين بالمره نهلك قرى لوط. وفيها خصيصه لنبينا صلى الله عليه وسلم. ليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم هو الوحيد الذي كان يعرف الملائكة، لأن قبل كده جم الملائكة للوط قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد اتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي. أروح فين يا ناس؟ ما يصحش يا ناس، عيب كده. إذا لوط ما هوش عارف إن دول ملائكة، لأنه كان عارف إنه ملائكة ما كانش خاف الخوف الجامد ده، لكن في الآخر عرف إنه ملائكة. وسيدنا إبراهيم برضه استقرت معلوماته وهو نبي وأبو الأنبياء أن الملائكة لا يأكلون ولا يشربون، بدل قدم لهم مائدة الطعام يبقى ما يعرفهمش، إنما عرفهم لما قالوا إنا رسل ربك. سيدنا لوط وسيدنا إبراهيم عرفهم بعد ما بينوا المعجزات أنهم من الملائكة. إنما الرسول أهو، أتدرون من السائل؟ قالوا الله ورسوله. قال هذا جبريل جاءكم يعلمكم أمور دينكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو الوحيد الذي كان يعرف الملائكة حتى لو تغيرت صورهم. وبعدين يلاحظ في التعبير أتاكم جبريل يعلمكم أمور دينكم. ما الأمور التي علمنا إياها جبريل؟ جبريل ما عملش حاجة غير الأسئلة. جبريل ما له دخل في هذا الحديث إلا الأسئلة، سؤال وجواب، للدلالة على أن بعض الأسئلة تسمى علما. ما دام السؤال هيجيب فايدة فهو علم، لأنه لوحظ أن الرسول أتاكم يعلمكم أمر دينكم. طب علمهم بإيه؟ ليس له دخل إلا بالأسئلة، فالأسئلة أحيانا تسمى علما كما في هذا الحديث. بيقول شديد سواد الشعر، شديد بياض الثياب، شديد سواد، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم. كلمة جلس احنا علقنا عليها بكده، أليس كذلك؟ جلس وقعد، جلوس اللي هو ساعة ما تكلمنا عن المفردات وقلنا جلس غير قعدة. طيب، فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، فأسند ركبتيه اللي هو ركبتين جبريل إلى ركبتي الرسول صلى الله عليه وسلم، ووضع كفيه على فخذيه، كلمة كفيه دي مثنى كف، وهذا الكف اللي هو لغاية الرسخ اللي بيقطع في السرقة ده
ده في الأصل اسمه الراحة. هذه القطعة اسمها الراحة. ولذلك يقول الشاعر: ألستم خير من ركب المطايا وأندى العالمين بطون راحي. يعني واحد بيشكل في واحد، بيقول له: ألستم خير من ركب المطايا وأندى العالمين بطون راحي. يعني انتوا تعملوا كده فلوسكم زي الندى، توزعوا الخيرات. لكن هذه الراحة سميت كفا، سميت كفا. وأهل اللغة يقولون الكاف والفاء إن دلت على الجارحة فهي بفتح الكاف، وإن دلت على الموازين فهي بكسرها. لما تتكلم عن الكلمة اللي فيها الكاف والفاء إن قصدت بها شيئا يتعلق بالموازين فقل كفة، زي كفة الميزان يوم القيامة، كفة الميزان ليه تتعلق بالموازين. وإن أردت بها الجارحة بفتح الكاف. طيب لما اسمها الراحة ليه سميت بالكف؟ فسألنا بعض اللغويين: السلام عليكم ورحمة الله. قالوا: سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله بدنا نسأل الراحة سميت كفا ليه؟ قالوا: لأنها عندما تعمل تكسب أموالا فأنت تكف بها وجهك عن ذل السؤال. فهذه الراحة لأنها عملت فأخذت أجرا قل أو كسر، هذا الأجر أنت كففت به وجهك عن ذل السؤال. الكف ده هو اللي خلاك محترم، العمل هو اللي خلاك محترم وحافظ عليه كرامتك. اشتغلت قد ايه؟ اشتغلت ب5 جنيه، روح جبت ب2 جنيه عيش وب3 جنيه طعمية، أكلت أكلة مش لذيذة إليه إنها ما لذت، بس أنا اللذيذ إن أنا حافظ على كرامة وش ما. فهي كفا لأنك تعمل بها فتكف بها عن وجهك ذل السؤال. قلنا: بارك الله فيكم. واحنا ماشيين لقينا برضو مجموعة من العلماء المتفكرين بيقولوا لي: رايح فين؟ قلت لهم: والله جاي كنت بسأل الناس دي سؤال، فجاوبوني جوابا أنا اقتنعت به. قال: سألتهم عن إيه وجاوبوك إزاي؟ قلت: سألتهم عن الراحة لماذا سميت كفا؟ فقالوا لي: هي كف لأنك تعمل بها فتكف بها وجهك عن ذل السؤال. فأنا اقتنعت مشيت. قالوا: لا. قال: لا، وهل لكم فيها علم انتم الاخرين ولا لكم فيها رجل؟ لا. امال قالوا: سميت كفا لانك تكف بها الاذى عن وجهك. اذا عارضك احد بوجه من وجوه الاذى يبقى انت بتحوش عنها كده. اول حاجه بتدافع عنك هي الكف دي، فهي انت تكف بها الاذى عن وجهك اولا، فهي سميت. والجزاكم الله خيرا. بس لما طلعت على السلم قلت: الله المعنيين يمشوا الاثنين. لما طلعت بره بقى خالص السلم بره قلت: لا، المعنيين يمشوا. ليه؟ لأن الناس الأولانيين رأوا فيها الأذى المعنوي وهو الذل والشحاتة فقالوا كف، والتانيين رأوا فيها الأذى المحس فقالوا كف. طيب ده الأذى المحس، الأذى المعنوي أكتر من الأذى الحسي، أكتر من الأذى الحسي. في واحد ممكن بطريقة الأذى المعنوي إن هو ممكن يموت فيها، ممكن يموت فيها، يموت. يعني عندنا أمثلة كثيرة. وذلك في القرآن الكريم نوع الله تعالى في العذاب فجعله مهينا عظيما كثيرا أليما. يبقى أليم ومهين وعظيم. أليم حتى لو كان قليلا يؤلمك، النار موصوفة بهذا. وعظيم بكثرته، وعظيم بكثرته، يعني الحاجة اللي ممكن تحرقك وتتلفك قد ايه، لكن يرسل الله عليك ما يحرقك بمقدار مدينة تزقزق بالكامل. طبعا الحتة دي ممكن تهلكني الحتة دي، لكن الله تعالى يرسل العذاب العظيم. ولذلك عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن ناركم هذه جزء من 70 جزء من النار، قال الصحابة: والله وإن كانت لكافية يا رسول الله. لو إن العذاب اللي في النار هو النار بتاعت الدنيا ديت كانت كافية يا رسول الله.
يقول إن ناركم هذه جزء من 70 جزءا من النار، يعني مضاعفة 70 جزء. فالصحابة قالوا والله يا رسول الله حتى النار بتاعتنا دي فيها الردع كانت كافية. وعذاب مهين. العذاب المهين بقى اللي هو بيضيع الكرامة ويموت، زي ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك 1000 سنة حتى يقول إنكم ماكثون. يعني هم قدموا الطلب ولم يأتهم الجواب، حتى لو جاءهم الجواب الرفض أهو ارتحنا، لكن طول ما الجواب ما جاش وإحنا منتظرين ربما. لكن لما يأتي الجواب على عكس المشتهى إنكم ماكثون. ولذلك أسمى أمانيهم الذين في النار، أسمى أمانيهم إنه موتوا. يعني شوف هم طالبين ربنا إيه؟ طالبين ربنا يموتهم مش يدخلهم الجنة. يقول يقضي علينا ربك. فلما يوصل الموت لدرجة إنه يبقى أمنية، ويوصل الموت إنه مشتهى، يبقى أي كارثة أنت فيها. يقول حسبك أن ترى الموت كافيا وأن الأماني مش عارف أصبحت أمانية. يعني حسبك من المصيبة اللي أنت فيها أن ترى الموت شافيا، وتصبح يصبح الهلاك من إيه؟ من الأمان. فأسند ركبه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد. لوحظ أنه بينادي بالاسم المجرد. ليه؟ يعني لا أقول إن الرتبة متقاربة أو متساوية، ولكن جبريل باعتباره رئيس الملائكة، فأمين السماء يكلم أمين الأرض. عندئذ قال له يا محمد، علما بأن فضل النبي صلى الله عليه وسلم على كل الخلائق بتفضيل الله له وبإكرام الله له أمر محقق. ما في واحد، ما في مخلوق إلا وللنبي فضل عليه، حتى جبريل نفسه. حتى جبريل. ليه؟ لأن الله تعالى يقول وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وهو منهم. هكذا لأن الرسول برضه سأل السؤال ده، قال له يا جبريل قال لي ربي وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين فأي رحمة نالتك بسببي؟ ربنا بيقول لي وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، فكنت رحمة للعالمين، والعالمين جمع عالم، وأنت منهم، فأي رحمة نالتك بسببي؟ قال له قد كنت قبلك أخشى سوء العاقبة كإبليس، ولكن لما نزل عليك مطاع ثم أمين أمنت العاقبة. أمنت العاقبة. لكن هذا ليس بمسوغ لأحد الأمة أن ينادي على الرسول باسمه المجرد. باسمه المجرد. ليه؟ لأن يعني وارد في القرآن الكريم لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. وأنا سمعت في بعض أسفاري لواحد من كبارهم هناك من الناس القمة اللي فوق، قمة العلماء يعني عندهم، وكان يلقي درسا في مسجد شهير كبير عندهم، فسألوا واحد من الحاضرين يا مولانا هل يجوز أن نسيد النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل يجوز أن نقول سيدنا محمد؟ فانبريت له وقلت أما شوف الشيخ الكبير ده هيجاوب إزاي، وفتحت عيني وقطعت النفس حتى لا يفوتني حرف وأشوف هيقول إيه. فقال إمامهم وكبيرهم طبعا يا ابني يجوز أن تسيد النبي صلى الله عليه وسلم، فهو القائل أنا سيد ولد آدم، وتسييدك له نطق به الحديث أنا سيد ولد آدم، ولكن ينبغي ألا تكثر منها. فكانت الجزء الثاني من الإجابة هو الطامة، ولا أدري ليه لا يكثر منها.
ليه؟ لأنه طبعا هو رتب أمورا يعني الإكثار منها يجعلك تفقد السيطرة على اليقين به، فتتجاوز حدودك، فتتشابه مع النصارى، فتطريه، فتنقله من حدود البشرية إلى مش عارف إيه وبتاع، عندئذ يضيع مستقبلك. بس طبعا أنا مالي ومال حد، أنت تقدرها أنا لا أقدرها. هو واحد زميلنا يمكن أقول الحرف الأولاني من اسمه اللي هو العميد المعهد الدكتور محمد شحات، كان معنا في جامعة الإمام. فواحد سأله سؤال: يا دكتور الموضوع كذا وكذا. فالرجل يعني أراد أن يجيب بطريقة المصريين، يعني طالب عنده بيسأله بيقول له يا دكتور، كلمه عن السؤال، فأراد أن يجيبه بطريقة المصريين، بيقول له صل على النبي يا عم. فلقى واحد مرة بيقول وحد الله يا شيخ. شوف، خاف أن يصلي على النبي، كش لحسن يخش، يعني هو خايف لحسن يتجاوز على طريقة المصريين. يعني لسه الراجل ما قالش حاجة، لسه بيقول صلي على النبي، قال وحد الله يا شيخ. وحد الله يا شيخ، لسه قلت حاجة. فما تخافش علي، يعني مش هتجاوز حدودي، أن النبي مخلوق والله تعالى خالق. فهنا لوحظ أن الرسول ينادي، ليس بمستغرب أن جبريل ينادي بالاسم المجرد يا محمد. ليه؟ لأن جبريل برضه لا يستهان به، فهو رئيس الملائكة والمفضل. وفي موضوع طويل حول تفضيل أيهما أفضل الأنبياء ولا الملائكة، موضوع طويل. بيقول يا محمد أخبرني عن الإسلام. كلمة أخبرني في حاجة في الحديث، في علوم الحديث، اسمها الإخبار واسمها التحديث. يعني لما تجروا في أسانيد علوم الحديث هتلاقوا الراوي مرة تقول حدثنا ومرة تقول أخبرنا. احنا بيتهيألنا أنه واحد، لكن لا، ده دي سيما عند المشتغلين بالحديث، هم فاهمين شغلهم. يعني تعلموا هذا أولا يوم ما كان لسه في أولى أصول الدين، وضحوا له المصطلحين. فبعد كده لما بيقرأ في الأسانيد بيبقى عارف كيفية أن يقول الراوي. شوف، كلمة حدثنا أن يتكلم الشيخ ويسمع الطالب. فأنت دلوقتي تقول حدثنا فلان، هو أنا. ليه؟ لأن أنا بتكلم وأنت بتسمع. فإذا أردت أن تؤدي معلومة مني فقل حدثنا فلان. لما تقول حدثنا فلان هنعرف أن الشيخ هو اللي كان بيتكلم والطالب هو اللي كان بيسمع. إنما أخبرنا أن يتكلم الطالب ويسمع الشيخ. يعني معنا زي ما يكون بيسمع عليه كده، اللي هو العرض، طريقة العرض. طريقة العرض أن يسمع الشيخ ويتكلم التلميذ. طيب أيهما أقوى في الاتصال وأيهما أقوى في الرواية؟ لا، حدثنا، التحديث أقوى. ليه؟ لأن التحديث عندما يتكلم به الشيخ يكون أبعد ما يكون من السهو. يعني أي الحالين أنا ممكن أسهو فيها، وأنا بتكلم ولا وأنا بسمع؟ وأنا بتكلم السهو بعيد عني. ليه؟ لأني مشغول بالعبارة، أخلص وأجيب العبارة الثانية، فأنا مركز في اللي هقوله. إنما لما يكون أنت اللي بتكلمني وأنا اللي بسمع، يمكن يخطر على بالي حل مشكلة وحلوها وأنت بتقول، أنت بتسمع وخلاص. زي ما أنا بشرح الوقت، وأنا أضمن أن أنتوا الكل معايا. أكيد في واحد منكم فكر في المفتاح انحط ولا ما انحطش، هيرجع بأكل العيلة ولا مش هيرجع، طافش من امراضه ولا مش طافش. أديني بشرح. لكن هل اللي في أذهانكم إيه؟ ضروري هتصرح كده صرح كده مش عارف إيه، أو نظر إلي على إني مثلا صوفي سني مش عارف إيه، ضروري بيوزنني من خلال كلامي. إذا فالسهو قد يعرض عليك. ليه؟ لأن أنت مش مشغول إلا بالتفكير. عشان كده فهنا بيقول أخبرني. بيقول إيه؟ أخبرني. لما يقول أخبرني يبقى باعتباره هو السائل، يبقى عايز الرسول هو اللي يقول له. فاعتبر نفسه المعلومة عنده وبيشوف الرسول عارفها ولا لا. وإذا يقول فعجبنا له يسأله ويصدقه، لأنه كل مرة يقول له صدقت، اللي قاعدين يقول الله. طب لما صدقت، لما بتسأله وهو يقول لك على الإجابة، طيب ازاي يعني تسأله والرسول يكلمك؟ بيقول قال يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. دي اسمها إيه؟ أركان الإسلام، وليست أركان المسلم.
فهناك فرق بين أركان الإسلام وأركان المسلم. أركان الإسلام الخمسة، إنما أركان المسلم قد لا تكون عندك بعد الشهادتين إلا الصلاة فقط لا غير. طب والزكاة أنا فقير فالركن دي مش عندي، والصوم أنا مريض فالركن مش عندي، والحج زي الزكاة فمش عندي. فأركان المسلم ممكن يكون اثنين: الشهادتين والصلاة، أن الصلاة لا تسقط أبدا. الصلاة مرتبطة بالعقل، الصلاة مرتبطة بالعقل. فيك عقل مميز يجب عليك الصلاة. لا، ما البلوغ بالحد يعني، لا أقصد أقول التكليف بالصلاة مرتبطة بالعقل. ما هو برضو العيل الصغير ما عندوش عقل كامل إلا عند البلوغ. عند البلوغ معناه الخصاص، يعني إيه؟ أصبح قادر على إنجاب مثله، وأصبح عنده معرفة بالحق والباطل، وأصبح عنده تمييز، وأصبح. فهي برضو الصلاة مرتبطة بالعقل. ليه؟ لأنه إذا غاب عقلك بسبب الجنون أو بسبب النوم فلست مكلفا بشيء، لست مكلفا بشيء. ولذلك الحديث بيقول: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. من نام عن صلاة أو نسيها. ليه؟ لأن في الحالتين دول أنت عقلك مش معاك، وأنت نايم لا تعقل شيئا. وبرضه كذلك إذا نسيت فأنت ليس عندك قدرة على التفكير إن إيه العلم بدخول الوقت. أخبرني عن الإسلام، فقال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. العجيب يا أخي، أنا مش عارف يعني الرسول عليه الصلاة والسلام، إحنا يعني برضو فينا من طباع أبي ذر الشيء الكثير. إحنا اللي بنحط عراقيل للجنة، وعراقيل للإيمان، وعراقيل للإخلاص، وعراقيل للإسلام، وعراقيل. إحنا اللي بنحط العراقيل دي. فينا شبه من أبي ذر رضي الله عنه. طب أبي ذر عمل عملته والرسول علمه وانتهى، لكن إحنا قادمين على معلومة جربت وعرف فيها وجه الحق، فليه ناخد سكته ليه؟ يعني هو معذور، نحن لسنا معذورين. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. كان يكفي إلى هذا الحد، الحمد لله لا إله إلا الله محمد رسول الله. فأبو ذر جاب العراقيل بتاعته قال: وإن زنى وإن سرق رسول الله لا إله إلا الله. ما تسيب الرسول يقول زي ما هو، اقبل النص على ما هو عليه. قال: وإن زنى وإن سرق رسول الله. قال: وإن زنى وإن سرق. وإن زنى وإن سرق رسول 3 مرات. قال: وإن زنى وإن سرق رغم أنف أبي ذر. لما قال له كده كان أبو ذر إذا حدث بالحديث يقول: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة وإن زنى وإن سرق رغم أنفي. تمام. إحنا بقى الإسلام أهو بيقول: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. مش نسكت، عملنا زي أبو ذر وقلنا نواقض الإسلام، نواقض شهادة لا إله إلا الله، ودورنا على حاجات تبطل هذه الكلمة. ما تاخد الحديث زي ما الرسول قاله، ما الرسول قاله. ولذلك إذا أردت أن تفهم هذا الحديث تجاوز المرحلة التي فيها قيل هذا فيها الكلام. إذا أردت أن تزن الحديث ما توزنش للوقت ولا من 100 سنة، ارجع بالتاريخ قبل أن يقول من قال بالنواقض. ارجع 500 سنة قبله. إذا كان هو انولد من 200 سنة لا، إحنا هنناقش الحديث قبل 200 سنة لم تكن هذه النواقض موجودة. يبقى أنت اللي جمعها وعندك قدرة على الإقناع ونشرتها ومش عارف ايه. هنا الحديث الرسول عليه الصلاة والسلام يسأل من جبريل ويجيب، فقال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. ولسنا نقول معلش لحظة، ولسنا نقول إنه يكفي في دخول الجنة لا إله إلا الله. لا، برضه ما لا إله إلا الله لها تبعات من أحاديث أخرى، اللي هو عدم الغش في البيع والشراء ومش عارف ايه، يعني تؤدي تؤدي مقتضيات هذه الشهادة.
لكن دي هتدخلنا في حاجات تانية لا أريد أن أتوسع فيها، لا أريد أن أتوسع فيها. أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان. برضو عند صيام رمضان يا مشايخنا، عند صيام رمضان ما يبدأ شهر رمضان صيام أول يوم إلا انطلق الخطباء يقولون يجب على كل مسلم أن يحسن صيامه وهذا حق، وأن يحافظ على صيامه وهذا حق، لكنه يزيد فيقول حتى يحقق التقوى، لأن الله تعالى يقول لعلكم تتقون، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، وأن الصيام طريق موصل إلى التقوى، وأن التقوى هدف وثمرة تبنى بإحسان الصيام، ويشتغلوا على هذا المنوال. طيب التقوى هنا ليست هي التقوى اللي هي الخوف من الجليل. ليه؟ والتقوى ليست هدفا للصيام، مش احنا بنصوم عشان نبقى أتقياء. ليس الغاية من الصيام هي بلوغ التقوى، لأن لو الغاية من الصيام بلوغ التقوى يبقى نمرة واحد الرسول ما يصومش، لأنه لا يشك أن النبي كان رأس المتقين، هذا واحد، ولا يشك أن أبا بكر وعمر وعثمان وعلي والعشر المبشرين بالجنة من المتقين. إذن برام الصيام لعلكم تتقون يبقى إذن دول ما يصوموش، وأن كل متق ثبت التقواه بالدليل يبقى ما يصومش. إما لا، ده كلمة لعلكم تتقون من الوقاية، لعلكم تتقون عذاب الله أو تتقون النار، مش التقوى اللي هي الخوف من الجليل الناحية الثانية. ولذلك بالتفسير الثاني كله بيصوم، الرسول بيصوم والصحابة بيصوموا والأتقياء بيصوموا والأولياء بيصومون والمخلصون يصومون وكل الناس يصوم، فيكون معنى الآية هتصوم ولا هندخلك النار؟ والسؤال والجواب المستحسن في هذا الوقت لماذا تصوم؟ أنا أصوم لأن الله أمر والرسول أمر، دي العلة التي لا تتخلف. إنما مش بصوم عشان أحصل التقوى اعتمادا على لعلكم تتقون، لا، لعلكم تتقون عذابي ولعلكم تتقون النار. ولذلك الحديث يفسر الآية الصيام جنة، جنة يعني وقاية. وقاية من إيه؟ وقاية من غضب الله، وقاية من عذاب النار، وقاية من النار، وقاية من عذاب، وقاية جنة. تمام؟ تمام. دي بتدخلنا في مسألة العلة. ولذلك إذا تكلم، شوف أنا من رأيي، معلش أنا يعني سأنفرد بهذا الرأي، أنا من رأيي أن تجديد الخطاب الديني أن نحدث الناس بقول الله وقول رسوله بس. مش أنا لا أنكر شروح العلماء ولا التفاسير ولا مش عارف إيه، لكن تجديد الخطاب الديني قول اللي ربنا قاله وقول اللي الرسول قاله والناس هتبقى تمام. ليه؟ لأنك إذا حدثت الناس بما أنزل الله وحدثت الناس بما صح عن رسول الله لم يكن عليك من حرج. إنما الزيادات الثانية في التفاسير والشروح والخطب والمواعظ دي بين قد وقد، قد تصيب فيها وقد تخطئ بس أنت. إنما الثاني النص القرآني والنص النبوي الصحيح ما فيش فيها قد وقد، فيها أنه حق لا مرية فيه. طب والشروح والتفاسير والمواعظ والتدخلات واكتشاف العلل لا، دي قد وقد. ولذلك لما احنا بنتدخل في النصوص بيبقى احنا الله أعلم بقى كلام ممكن يطلع صح النهاردة وغلط بعد 10 سنين. زي ايه مثلا؟ زي مثلا هو طبعا لما حرم الرسول صلى الله عليه وسلم على الرجال الحرير والذهب، الرسول قال الاثنين دول ما ينفعوش للرجال. كان يكفي عرض النص كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحجة أن الله أمر وأن الرسول أمر، كان يكفي هذا القدر. لكن اضطر الشراح واضطر المفسرين يتدخلوا بأنوفهم في النص، قالوا لأن الحرير يسبب الليونة ويبقى فيه رقة، وإن شاء الله حياتك هتنتهي كحياة قوم لوط.
بالنسبة للبس الحرير. طب والرجالة ما تلبسش الذهب ليه؟ قالوا حتى لا تكسر قلوب الفقراء. تلبس ذهب ازاي؟ ده بحلية للنساء، لكن للرجال الناس لا تاكل. على الناس مش هتاكل انت عم تلبس ذهب. طيب السؤال هو ما قولك لو ان الفقير هو اللي لبس الذهب؟ يا سيدي انت بتقول العله في منع الذهب للرجال حتى لا يكسر قلوب الفقراء. طب احنا هندي الذهب للفقير، يبقى بطلت علتك، لانك انت مش هتوافق على كده برضه. ما هو النص مش جاي للاغنياء، النص جاي للمسلمين، غنيهم وفقيرهم. فالاولاني انت قلت حتى لا يكسر قلوب الفقراء، طب والفقير؟ انت نفسك مش هتقدر تفتي بحل الذهب للفقير، هتتوقف، يبقى العله انخرمت والعله بتاعتك باظت لانها غير منضبطه. انما لما تسالني انا ما العله في تحريم الحرير والذهب، اقول الرسول نهى والله نهى، بس دي العله التي لا تتخلف، مش هتقدر تبطلها ابدا، لا النهارده ولا بكره ولا قبيل القيام ربع ساعه. انما اذا دخل طيب مثلا زي الصيام ولعلكم تتقون لسه جايلها، وزي الفطر في السفر. رب العالمين يشير في القرآن الكريم لما تسافر افطر، المسافة المعتبرة لما تسافر افطر. فاضطر الشراح ودخل المفسرون ودخلنا احنا، فراحوا جايبين موضوع، بس موضوع من اللسان من هنا، قالوا الإسلام دين الرحمة، وقد راعى حال المسافر من الكآبة والغبرة والقترة، وأنه قد فارق الأوطان وفارق الأهل وفارق الأموال وفارق الزوجة، فكان أرحم الراحمين به هو رب العالمين، فلذلك خفف عنه الصيام لعله ينقذ ما تبقى مش عارفين معنوياته، وإنه رجل معنوياته في الحاجة ولا يفطر. طب والصلاة قال صلي 2. يعني العلة ايه؟ العلة مشقة جامدة اللي هو طعام روحه، فربنا بده يرحمه. وما وجه الرحمة عندكم؟ قال له افطر رمضان وبصوم، والصلاة الرباعية صليها 2. الكلام ده انقال وقت ايه؟ انقال من 1000 سنة. طيب طلعت الطيران دلوقتي، عادت طيارة مكيفة وما بتاخدش وقت، وبنقطع 2000 كيلو في 2 إلا ربع في السعودية، بحيث لو الظهر أذن هنا وانت ما صليتش ممكن تلحقه حاضر هناك لو أردت، مع انك انت مسافر. تمام. فلما عرض السؤال على الجيل الصغير يفطر اللي راكب الطيارة ولا لا؟ لا. ليه؟ لأن العبرة بالمشقة وقد زالت، والحكم يدور على معلوله وجودا وعدما. طب والخلاصة ما يفطرش. طيب بعد إذنك العلة اللي انت جبتها ديت علة لا يعني علة تنخرم وعلة غير منضبطة المشقة. لا، احنا هنرجع لمربع واحد، المسافر يفطر. ما قلناش يسافر على ايه، يسافر طيارة، يسافر صاروخ، يسافر مرتاح، يسافر. كلمة مشقة انت اللي جايبها، يعني كلمة المشقة بالنسبة للمسافرين ليست دينا، ده انت اللي جاي لها. فأنا بناقشك في فهمك انت ولست اناقشك في النص. ثم يا اخي الكريم بارك الله فيك وجزاك خيرا، انت لما تفتح سكة المشقة هتفتح علينا باب جهنم. ليه؟ لان هيجي لنا بتاع الخباز، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام وبركاته، انتوا ليه بتبيحوا الفطر للمسافر؟ يقول عشان المشقه. قال انا طالع الروح امي انا راخر، انا هفطر. طب واللي شغال في الخيط يقول ماني قفران زيه هفطر انا راخر. فلما تعمل العله المشقه يبقى ان شاء الله يفطر الخباز ويفطر بتاع الغيط واللحام وبتاع الميكانيكي، وكل واحد طلعان روحه. يبقى انت بوصلنا الدين. ليه باظت الدين في المعلومه ديت؟ لان بسبب كلامك انت. يبقى نرجع للعله التي لا تتخلف، وهي النص نفسه. واذا غابت عنك عله النص فمن النص عله الاشياء، وبعدين كلمه في سرك. واحنا نبحث عن علل ليه؟ انت كواعظ ليه ما تقولش الايه والحديث وتطلع بره انت الموضوع؟ انت ليه المحاضره بتاعتك 10 دقائق؟ ما هيش 10 دقائق ليه؟ محاضرتك ليه 2.5 ساعة؟ ما هو 2.5 ساعة باللي انت جايبه. فبعد اذنك اديني من 2.5 ساعة اللي انت قلتهم، اديني قول الله وقول الرسول. مش هيطلعوا 10 دقائق في اللي انت قلته كله على بعضه. والباقي قد وقد، والباقي اجتهاد. اذا
إذا لما الأول لا المسلم أصلا لا يبحث عن علة الشيء. المسلم حياته ما بين نعم وحاضر. يا أيها الذين آمنوا نعم اعملوا كذا حاضر. فعدم البحث عن العلة. لكن إن أردت أن تبحث عن علة فاعمل العلة هي الله أمر والرسول أمر النص نفسه. وتجديد الخطاب الديني في وجهة نظري هي أن نحدث الناس بما أنزل الله. طول ما أنت ماسك على النص القرآني والنبوي تمام التمام. تيجي كلمة بقى ما أنتش فاهمها أو حاجة زي كده يبقى إذن هتتدخل اللغة وتتدخل بقى علوم أخرى في هذه المعلومة. لكن افرض الكلمة دي إحنا عارفينها إحنا كل خلاص يكفي هذا. طب وفهم المقاصد يعني أنا هقول للعام اللي قاعد قدامي مثلا الحديث والله العام العلماء اللي هم النحارير في الآخر بيقولوا يا ريتنا زي الرجاء. اللهم إيمانا هو قالها كده اللهم إيمانا كإيمان العوام. لا أنا طب صلى على النبي صلى على سيرك النبي. ما هو أنتوا كده عملتوا زي أبو ذر. وليه نجيب العامي؟ أنا عايزك أنت ما تتكلمش بالنيابة عن واحد حتى لا تفتقت عليه. ليه؟ لأن يكون أنت هامل همه فبتجيب اللي أنت عايز تجيبه بقى. ما هو دي اللي بوجعنا في مشكلة. افرض عمل كده أحيانا يقدم لي بعض المذكرات أن فلانا يقول إن اعتقدت في هذه الشجرة أنها تنفع وتضر فأنت كافر. يابا أنت بتقول لي الكلمة دي إيه ليه؟ أنت ليه بتخاطبني بالمستقبل؟ أنا لم أعتقد فيها ولن أعتقد فيها ولا له لازمة الكلام ده دلوقتي. ما تخلي الكلام ده يبقى واقعة عين لما يعتقد فيها. لما يعتقد فيها بفهمه وإن أصر على ذلك يقول حكمك. إنما ليه نتكلم كلام؟ ما هو أنت افرض عندك زوجة والعارفة لو ما سمعتش كلامي هقطع رقبتك يا ابني الحلال احنا لسه وصلت لا انت قلت حاجه ولا هي كسرت كلامك ولا ليه لازم تحمدوا النفوس من دلوقتي؟ فانتم الان تتكلموا من نبع عن العمي. ما تخلوا العمي هو اللي يقول. لا تتكلمنا عن نفسك. لا انا سمعت ربما العمي يقول كذا. والله العامي لو سمع الحديث ده اهو انه لا يفهم منه القدر المطلوب. واصل ما فيش فيه نسبه اسمها نسبه دخول الجنه. ما فيش فيها نسبه اسمها نسبه دخول الجنه. العم لو قيل له قال صلى الله عليه وسلم الدين النصيحه بس هيفهم والله المعنى المطلوب انه ينصح الناس في الغيط وينصحهم في العقل. انما انا كعالم هقول لا ده كلمه النصيحه جايه من نصح العسل. إذا أدخلته في المصفى فأنت نصحت العسل أي صفيته. وعندما تصفي الآراء من المعاني الخبيثة تكون قد قدمت له فكرة خالصة كالذي يصفي العسل من الشمع ويقول له تفضل على بركة الله. والفلاح مش عايز الكلام ده كله. أنت وقت ما قلت له قال صلى الله عليه وسلم أديه نصيحة مش هيخطر على باله إلا النصيحة إن الطنبوشة لما تنكسر بيعمل إيه وخلي باله في السكة ضيقة بيعمل إيه. هو هيفهمها على طريقته هو. وبعدين هترجع تقول وبعض اللغويين يقول أن النصيحة مأخوذة من المنصحة وهي الإبرة التي توضع فيها الفتلة فتخيط الثوب المقطوع. فكأنك بالنصيحة هذه تسد خللا للمنصوح كأنك ترى المنصوح مكشوف العورة وأنت تأتي بكلامك هذا فتخيط له الأفكار حتى يكون مسؤولا في الأحمال. الله يفتح عليك. بنفسر القرآن الكريم لغلبة العجمة. ولذلك لما ما كانش فيه عجمة الرسول ما فسرش القرآن. قرئ القرآن على أصحابه خلاص. اشتغلت العجمة علينا. لو سمحت الرسول صلى الله عليه وسلم فسر بعض الآيات. أنت نفسك أهو بتقول بعض الآيات. بعض الآيات وأنا موافق. بعض الآيات التي يغلب عليها اسمه تفسير. فسر بعض الآيات الشرك لظلم عظيم وكده. دلوقتي بقى احنا محتاجين اكتر من التفسير. ما احنا محتاجين. لا الكلام ده يقال لمن ينكر التفسير أو ينكر الشروح أو ينكر الكلام دوت. لكن لا أنا لا أنكر الشروح بس أنا بقول الكلام نوعان. كلام لله ورسوله فهو حق 100%. كلام للشراح والتفاسير يبقى أنا بفنس له كده أهو بشوفه بقول إيه بالظبط. ومن ذلك كلامي الآن برضه افنس لي وشوفني بقول إيه. اوزن كلامي ولست أقول إن اللي كل بقوله حق 100% وكذلك غيري. ليه؟ أصلا هيعرض عليك. هيعرضك بس يا أخوانا أنا مش عايز أسئلة كثيرة لأن هنضيع الوقت.
هيعرض عليك أن أحدهم يقول فكان إذا دخل الحرب التفت يمينا فقتل 100. أقول دي جاية في التراث وجاية مش عارفين على العين والرأس، ما لازم يقول قتل 100 ازاي يعني؟ هو قتلهم مستحق الكهربائي ولا إيه؟ طيب خلونا في الحديث أحسن، لو فتحنا في الأسئلة الفرعية ديت مش هنخلص. قال صدقت فعجبنا له يسأله ويصدقه، اللي هو جبريل والرسول يعني. قال فأخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. كلمة اليوم الآخر، كلمة الآخر، شفت إذا كنت بتعد طول ما أنت العدد ماشي فأنت بتعد بواحد اثنين ثلاثة أربعة، يعني طول ما أنت بتقول القسم الأول يبقى فيه ثاني، والقسم الثاني يبقى فيه ثالث، ولو قلت لو عد وانت ماشي كده. طيب فإن كان الشيء قسمين يبقى القسم الأول والقسم الآخر. الآخر دي الطبة اللي قتلت العدد، ولذلك لا يصح أن تقول ربيع الثاني، لأن الربيع الثاني يبقى فيه ربيع ثالث، إنما هو ربيع الأول وربيع الآخر، جماد الأولى وجماد الآخرة. ليه؟ عشان نقفل العدد لأنه مش 3. فعند التقسيم لازم تقول الأخير، القسم الأول الثاني الثالث، طول ما أنت بتعدها هو ماشي العدد لغاية الأخير تقول القسم الأخير وأنت كده فتح. طيب القسم ولذلك هنا قال اليوم الآخر. كلمة اليوم الآخر اللي هو جفل الأيام فلا يوم بعده. واليوم بنعرف بإيه؟ اليوم بنعرف بالشمس والليل، يبدأ بالليل وينتهي بالشمس، دي اليوم. وإذا قيل اليوم فمعناه اليوم والليلة، فإن ذكر اليوم والليلة فاليوم معناه النهار والليل معروف، تمام. ولذلك في القرآن الكريم مغايرة، سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. لما قال سيروا فيها ليالي وأياما آمنين فعرفنا الليل غير اليوم، الليل اللي فيه الظلمة غياب الشمس، والنهار هو اللي فيه الشمس. طيب يوم القيامة الشمس خلاص خسفت، فما عادش هيجي نهار ولا ليل، فقال الله عنه اليوم الآخر. فهو يوم آخر ليه؟ لأنه لا يوم بعده. لما تيجي في الأيام اللي خلقها ربنا وانت ماشي هتلاقي أغرب الأيام اليوم الآخر الذي لا يوم بعده، تمام؟ تمام. يوم عرفة له ليلتان، المفروض اليوم بيبدأ من المغرب وينتهي بغروب الشمس، ده اليوم عند الله تعالى. طيب عرفة خد الليلة اللي قبله والليلة اللي بعده بتاعت العيد، فأصبح لعرفة ليلتين. فاليوم الذي له ليلتان هو يوم عرفة. ربنا بيوسع دائرة الزمن للحجاج عشان كل الأعمال إذا تمت في هذين الوقتين مع النهار تجزئ عن الحاج. طيب ما دام يوم عرفة خد الليلة اللي قبله والليلة اللي بعده، يبقى إذن يوم النحر ملوش ليلة. ليه؟ لأن الليلة بتاعته راحت تبع عرفة. فعندك يوم لا ليلة له اللي هو يوم النحر، ويوم له ليلتان وهو يوم عرفة، ويوم لا يوم بعده وهو اليوم الآخر، وهو اليوم الآخر. فهذا وجه تسميته باليوم الآخر، من حيث أن الشمس، من حيث أن اختلال نظام الكون كله، من حيث اختلال نظام الكون كله. ولذلك لما تكلم الله تعالى عن اختلال نظام الكون تكلم عن ان الكون هيختل فوق وتحت. اللي فوق الشمس كورت والنجوم انكدرت والسماء كسفت وكشطت وما عادش بدلت السماوات وغير السماوات والارض، تمام. طب بالنسبه للعالم اللي تحت برضه اختل نظامه، فالبحار سجرت والقبور فجرت والعشار عطلت والجبال نسفت والمش عارف ايه، فالدنيا باظت فوق وتحت. لكن لوحظ في الدهولة ديت اللي جاء في سورة الانفطار وسورة التكوير، لوحظ ان في حاجة ما اندهسش لها على طرف. لوحظ في الكون حاجة
ما اندهسش لها على طرف. يعني البهدلة اشتغلت فوق وتحت. الشمس كورت والنجوم انكسفت والجبال سيرت والعشار عطلت ومش عارف ايه، لكن لوحظ ان في حاجه ما اندهسش على طرف، اللي هي ايه؟ القمر. ما جاتش سيرته في الدهوله نهائيا الا في سوره القيامه، قال وجمع الشمس والقمر، جمع الشمس والقمر وانكسف القمر. لكن ما جراش له في الاهوال بتاعت يوم القيامه حاجه، ولا تعرض القران لذكره ولا الحديث، وكانه مسكوت عنه. ليه؟ قال لك لانه خد الخبطه بتاعته في الدنيا، اللي هو اذا اقتربت الساعه وانشق القمر. ولما ربنا قال ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الارض الا من شاء الله، قالوا القمر ممن شاء الله. ليه؟ لانه خد الخبطه بتاعته في الدنيا، فما جاش في الدهوله دي. هو خد الدهوله بتاعته في الدنيا وانشق حتى رؤي جبل قبيس بين النصفين، فلم يجمع الله له عذابين او شدتين او حاجه زي كده، فما جاش سيرته لا في سوره الانفطار ولا في سوره القمر، مع ان الدهوله فوق وتحت. ليه؟ خد الخطه بتاعته في الدنيا عندما انشق، فهو داخل في قوله الا من شاء الله، لانه يقول فنفخ، لان النفخه دي بتتحول لضد. وايه النفخه ديت؟ نفخه ميكائيل سينفخ في مخلوق اللي هو الصور، نفخه واحده بس هتحول العالم الى الضد. ان كان حي هيموت، وان كان مات هيحيا. يعني انت انا لما اقول، انا لما انفخ في حاجه كده وانت صاحي لن تؤثر فيك شيئا. لو انت نايم جبت ميكروفون عند ودنك ورحت نافخ فيه، هتقوم واقف على عينك على طول. طب لما يكون السور ده اوسع من السماوات السبع والاراضين على حسب ما اراد الله تعالى، يبقى النفخه هتجيب الضد على طول. ولذلك يقولوا نفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الارض الا من شاء الله، ثم نفخ فيه اخرى فاذا هم قيام ينظرون، ضد النفخه الاولانيه. فكلمه الا من شاء الله دي مين؟ ما هو كلمه ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الارض فيها دلاله ان في ناس مش هينصعقوا، استثناء، لانه يقول الا من شاء الله. يبقى الا من شاء الله فيها مجموعه، الباب مش مقفول، فيهم مجموعه لن يصيبهم الصعق. مين دول؟ زي سيدنا موسى، الملائكه و... والمؤمنين. والمؤمن لا مش شرط المؤمنين. المؤمنين ما هم هيصعقوا، الميتين قصدك؟ ما الآية قالت كده؟ قصدك الميتين؟ لا المؤمنين. ما الآية بتقول كده؟ لا ما قالتش كده، قالت فصعق من في السماوات ومن في الارض، يبقى يجيب كله. وملك الموت، ما هو ملك الموت برضه، لانه امال مين اللي يموت؟ مين اللي يموت؟ اللي بينفخ، ما لازم يفضل عايش. وحملة العرش، من جاء بالحسنات فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون. يبقى المؤمنين لا هم من فزع، ما قالش الصعقة، ما قالش الفزع. هو ما فيش فزع الا في الصعقة؟ لا، الفزع في كل حاجة. فهم من فزع يوم من فزع، يعني أهوالهم اليابة كلها. لا كله الصعقة من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. من شاء الله اللي هم استثنوا زي ملك الموت وحملة العرش وسيدنا موسى والقمر ونحو هذا. بيقول أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وتعبد الله كأنك قال صدق. زي القمر سيدنا موسى انه صعق في الدنيا، لو صعق في الدنيا يعني. أيوه قمر موسى صعق. أيوه مظبوط صح. بيقول فأخبرني عن الإحسان، قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. يعني دي يبص لها الصوفية بنظرة أخرى، وبيقفوا عند كلمة فإن لم تكن، يعني فإن فريت ذاتك في العبادة فإن لم تكن تراه. لكن احنا مش موافقين على التفسير ده، لا نوافق على هذا التفسير. ليه؟ لأن الصوفية بيقولوا المفروض تفنى ذاتك في العبادة عندئذ ترى ربك. قلنا لهم ازاي؟ قالوا ما الحديث اهو، بيقولوا أن تعبد الله كأنك تراه. ماشي، كلنا هنعتقد الجملة دي. قالوا فإن لم تكن، لا فإن لم تكن يعني فإن فنيت ذاتك فإن لم تكن وأصبحت عدما تراه. طب لو يجاوب شرط النقطة كيف حدث الألف؟ لو جاوب شرط الصوفية أنا مش بتبنى رأي الصوفية، أنا لا أتبنى رأي الصوفية، أنا بس بعرضه لكم لأن فيها علما عشان تبقوا عارفين المعلومة. فالصوفية يقول
يقولون ان الاحسان ده قاصر على من فنيت ذاته في العباده مع عملا بقراءه فان لم تكن، يعني ما كنتش ما موجود. فيش حاجة. فان فنيت ذاتك في العباده تراه، فان لم تكن تراه. لا احنا بنقول لسه فعل الشرط شغال، فان لم تكن تراه فانه يراك، لا يعني لو انت مش شايفه فهو اللي هي الرقيب، يعني اللي هي صفه الرقيب. وهي كلمه الرقيب، صفه الرقيب وحدها كافيه باصلاح المجتمع. والله لو اشتغل اسم الله الرقيب في حياه الناس، لا الدكتور يعالج صح، والمدرس يشرح صح، والميكانيكي يعمل العربيه صح، واللي بيصنع واللي بيزرع واللي كله، وانت ماشي كده كلمه الرقيب تغيب. فاذا غاب الرقيب عن المجتمع يعني بيقول ان تعبد الله فانك تراه. قال فاخبرني عن الساعه. قال ما المسؤول باعلم من السائل. هو مين اللي بيسال عن الساعه؟ جبريل. بيسال مين؟ الرسول قال له فقال له ايه؟ ما المسؤول باعلم من السائل؟ قال له ما المسؤول باعلم من السائل. هنا سؤال: لماذا لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لا اعرفها؟ او لنا ولم لا، الرسول ما يقولش الكلام ده. الرسول ما جابش السؤال. الرسول جاب الجواب اللي يكتم ويمنع عن كل مدع علم الساعه. ليه؟ لأن الرسول قال لو قال لا أعرفها، وهذا حق، هيطلع واحد من علماء الجيولوجيا النهاردة يقول أنا توفرت لدي المعلومات بتحليلي للتربة الأرضية وتحليلي مش عارف إيه، وأن القيامة جاء بعد 103 سنة. نقول له لماذا؟ ما الرسول قال لا أعرفه. قال إيه؟ الرسول تكلم عن نفسه قال لا أعرفه، لكن لما يمنع الباب زي ما الرسول قال إني لا أصافح النساء، يجوا يعامموها قال لك لا، الرسول بيقول إني لا أصافح النساء. والعجيب ان اللي بيقول كده بيقول طيب فصافحونا عمر. طب والمعنى يقول لا تصافح النساء. طيب انت لسه قايل لعمر هو اللي صافحهم. والعلماء لما يتكلموا عن مصافحه النساء الا على مساله انه ينقض الوضوء او لا ينقض. وما فيش فيه بقى حديث بيقول مخيط في راسه وان مش عارف ايه ان يلمس امراه حرام، ما فيش فيه الكلام ده كله. فهنا لو الرسول قال لا اعرفها يبقى الباب لسه مفتوح الى غير الرسول ممكن يعرفها. طيب ولو قال لا اعلمها انا ولا انت كان هيفضل الباب مفتوح، لانه احتمال الجيل الاول اللي هو الرسول وجبريل لا يعرفها، لكن يطلع جيل بعد كده يحل التربه ويحل العالم ويحل التاريخ ويحل مش عارف ايه وبتاع، يقول لك ان نحن نعرفه. لكن لا، الرسول بيقول ما المسؤول باعلم من السائل، اعلانا واشعارا منه عليه الصلاه والسلام ان كل سائل عن القيامه وكل مسؤول يستويان في الجهل بها، عمم ذلك الى يوم القيامه. يبقى الجيل الاول الرسول وجبريل، ما المسؤول باعلم من السائل. طب واللي بعد منهم ما المسؤول باعلم من السائل. طب والنهارده ما المسؤول باعلم من السائل. وقبيل القيام ربع ساعه، لان الساعه لا تاتي الا بغته، يبقى ما المسؤول باعلم من السائل. يبقى الباب مغلق، ولذلك بيقول لا تاتيكم الا بغته. بلام لا تاتيكم الا بغته يعني مش هنشوفها الا جنب مره واحده والدربكه اشتغل. قال فاخبرني عن اماراتها. قال أن تلد الأمة ربتها، يعني سيدتها. وحاول البعض يعمم، قال زي اليومين دول كده المرأة تخلف بنت والأم هي اللي تفضل تخدم وتفضل تشتغل ومش عارف ايه، لكن هذه ليست ربتها، لا تدخل في هذا. وأن ترى الحفاة العراة، اللي هي انقلاب الأوضاع، يعني القاسم مشترك بين كل العلامات ديت انقلاب الأوضاع. أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان. قال ثم انطلق فلبث مليا، يعني مشي صرف. ثم قال أي لي النبي صلى الله عليه وسلم يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم أمور دينكم. يؤخذ من هذا الحديث، أنا بس هأنظر كده ربما يكون فاتنا شيء. أنا تركت كلمة الإسلام والإحسان لأنه يمكن أن تفهم، والإيمان وعلاقته بالإسلام برضو يمكن أن تفهم من خلال القراءة في الكتاب، لكن يؤخذ من الحديث
يؤخذ من الحديث أمور أنا بس عايز أجيب كده ما يؤخذ من الحديث، هو اللي يهمني. يؤخذ من الحديث استحباب بروز العالم وظهوره للناس، وهذا هو المسوغ للعالم انه يفترق عن مستمعيه بكرسي او بمقعد او حاجه كده، لانه ربما يشرح معلومه بيده او براسه، المهم انه يكون ظاهر للناس يعني، فيسمح له ان يكون على منبر او على مكان مرتفع. 2 ان السؤال الحسن يسمى علما وتعليما. استحباب تحسين الهيئه وتجميل الطلعه لحضور مجالس العلم، ردا على من يقول ان الزهد اللبس المقطع والبهدله ومش عارف، لا، الزهد لا يكون الا في الحرام. الزهد في الحرام، لكن ملوش دعوه. وهو جبريل جاءه شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر. جواز سؤال العالم ما لا يجهله حتى يعرفه السامعون، يعني ممكن تسأل سؤال انت عارف اجابته بس هدفك ان تثير هذه المعلومه ويعرفها الناس وتلقي حجرا في الماء الراكد. يحسن للعالم حين لا يعرف ان يقول لا اعلم، وهي عباده الملائكه والمرسلين. اما الملائكه فانهم قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا، واما عباده المرسلين فلقوله تعالى يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا انك انت علام الغيوب. يا ريت يوجد واحد يسأل عدة أسئلة وبعضها يقول لا أعرف، لكن أنت لا تسأل العالم دلوقتي ولا الشيخ ولا المتصدر الكلام، لا تسأله في علم الدين إلا أجابك، فإن سألته في علم الفلك أجابك، فإن سألته في الاقتصاد فأجابك، حتى يقف الواحد منهم ويقول كيف ننقذ الأمة ونزيل عنها الجهل ونحقق الحضارة المجتمع. أنت هتزيل الجهل عن الأمة؟ أنت هتتكلم بلسان مجتمع؟ وكيف نحقق النصر الإسلام؟ أنت هتحقق النصر الإسلام وأنت ما انتش عارف أصلا باب الطيارة بينفتح من ناحية فين؟ فين الجيوش وفين الطيران وفين العدد؟ ما علمك بقى. يعني لله تعالى إذا لم تكن عارفا بسؤال فقل لا أعلم، كما قالت الملائكة لا علم لنا، وكما قال المرسلون لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. السؤال الحسن يسمى علما كسؤال جبريل، فإنه ليس له في الحديث إلا السؤال. الملائكة تتمثل بالصور الحسنة كيفما شاءوا من صور البشر، طبعا خلافا للجن فإنهم يظهرون بالصورة الحسنة والصورة القبيحة. منزلة الإخلاص العالية وهي أسمى المراتب في العبادات، أن خراب العالم وانقلاب الأوضاع مؤذن بقيام الساعة وسيوسل الأمر إلى غير أهله. ليه؟ لأن إذا وسل الأمر إلى غير أهله معناها غيبة التخصصات. إذا وسل الأمر إلى غير أهله غيبة التخصصات، فيصبح الدجال هو الطبيب والشيخ هو التاجر، واللي ما تعلمش هو اللي بده يدرس خصوصية، واللي بيشرح مش عارف ايه. فغيبة التخصصات مؤذن بخراب العالم، ولن تقوم القيامة إلا على عالم خرب. ولذلك في الحديث لن تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله، وأشر الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء. ونكتفي بهذا القدر اليوم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تعالى بس اقفل لنا احنا لسه خليه يسيبه السؤال. يا ريت تقسمونا الاول الموضوع ده، يعني المين بوينتس في التسجيل خلاصه يعني